اقتراح اليوم 3 وصفات بالباذنجان. غنحضروا هذا الكراتان هذا، وغنحضروا كذلك هذه المقبله وهذه. فيلا معنا. السلام عليكم، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله باذن الله. اليوم غنقترح عليكم هكا وصفات بالدنجال ان شاء الله. غنخدموا اول حاجه واحد الكراتان بالدنجال كيجي رائع بالكفته وهكا بلا صوص، وان شاء الله نخدم معكم مازال هكا وصفه اخرى بالدنجال اللي تقدروا تحطوها كمقبله. فنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غنديروها غنخدموا الصلصه. فبالنسبه للصلصه غنحتاج فيها واحد الفليفله هكا. انا غنقطع هادشي عشوائي، الجزره حتى هي غنقطعها هكا عشوائي لان كلشي في الاخر ملي غيطيب غنطحنو. صافي، عندي هنا واحد البصيله هكا. هنا غنصايبوا لاصوص هي الاولى، عاد ندوز نصايبوا الدنجال. عندي مطيشه، عندي هنايا في المقادير فلفله كبيره مع جزره حتى هي تكون يعني متوسطه، مع واحد البصيله صغيره غنبدل هذا المهم جاني صغير. هنا 3 المطيشات بلاتي ونبدل بعد هادشي. هنا البنات ما غندير لا ما لا حتى شي حاجه، غنكتفي غير بهاد الخضيره هكا. غندير واحد 2 ضريسات ديال الثومه، ورق روغاند، عندي في العطريه شويه ديال التحميره، عندي هنايا صلصه طماطم تقريبا واحد المعلقه كبيره حيت كانت عندي في المجمد، وعندي الملح والبزار. بالنسبه للزيت انا ما غنديرش الزيت لان غنستعمل مازال الفرماج وداكشي. المهم انا مبغيتش الطبق ديالي يجي دهني، وعاد الكفته حتى هي فيها هكا اليداب فما كاينلاش. فغناخذ هادشي غندير له واحد هكا الغطاء وندير له عافيه مهيله ونخليه فريمون يطيب تيبان ليا يعني انه طايب. غنزيد ليها شويه الزعتر، هو اللي نسيت ما درتش لكم باش ما يجينيش عاوتاني طاغي. صافي، ونديرها فوق من البوطه. صافي، هنا من بعد ما درت ديك لاصوص طيب غناخذ الدنجال ديالي ونحاول انني نقشرو هكا. صافي، من بعد ما قشرته هكا قطعته انايا في لا موندولين. صافي، غناخذو هكا ونبدا نستف فيه. ايوا باقي نجيب اللاطه الكبيره لان بنتي هذه ما غتقدنيش. صافي البنات، نوريكم هاي المرحله اللي غنكمل بها. غناخذ هنا شويه د الملحه وغنرش هكا على هاد الدنجال ديالي، ومن بعد غناخذ الزيت دهنو اولا الا عندكم هادي. انا هادي الصراحه كتعجبني لان براتيك دار لكم كميه قليله. غنقلبهم وندير من نفس فهمتوني، ندير الجهه الاخرى وهكذا حتى نكمل وندخلهم الفران باش يتشواو. هانتوما بنفس الطريقه هكا، غير شويه ما تكثروش البنات الملحه. صافي، ونعاود نديرو هكا صافي وندخلوهم يطيبوا. فالبنات هنا درت بصيله اللي وريتكم متوسطه، شلطتها هكا ودرت ديك الكفته اللي عندي هنا. تقريبا عندي واحد 230 غرام ديال الكفته. غنخلطهم بجوج، ما درت لا زيت لا حتى شي حاجه. غنكتفي انا غير بداك ليدان ديال الكفته. بغيتو نتوما ديروا الزيت ديروها. صافي، دابا غنخلط هذا الشيء، نحاول ان هاد الكفته نفرتتها مع البصله ونخليها تشحر مزيان. هانتوما من بعد ما تشحرات هانتوما الشوف كتجي ناشفه هي هذيك. صافي، دابا غندير ليها شويه د الملحه، غير شويه البنات لان عندي تقريبا كلشي مالح. شويه د الابزار، هنا واحد معلقه صغيره مع مرز ديال القزبور يابس، شويه ديال التحميره، ونخلط هذا الشيء هكا. صافي، هنا غنزيد واحد الفص ديال الثوم صافي، غنزيد شويه ديال الربيع. غنخلط هذا الشيء هنا
هكا نخلطها معاها باش تجيني هكا الكبسه ديالي ما ناشفه ما والو. هانتوما هكا نضرب شويه بحال غنصايبو اون صوص بولونيز، ولكن المهم تقريبا الا بغينا نقولوا هكا. كما عارفين صوص بولونيز كنقولوا هي الكبسه مطيشه ديك الخيزويه حتى هي هكذا باش ما تجينيش ناشفه. دابا غندوزو نمونطيو. فهنا ها نتوما كتشوفوا الدنجره دخلوا طياب صافي لان مازال غيطيب. فهنا غناخذ ديك الصلصه ديالي وغندير واحد الكميه هنايا كتفريشه هكا صافي. وغناخذ الدنجال ديالي ونحاول انني نستفو هكا. ناخذ هنا الكفته نحاول انني نديرها كطبقه هكا هانتوما. المهم غنستمر بنفس الكيفيه حتى نعمر هادو كاملين باش غير ما نطولش عليكم. في هذه المرحله ممكن يعني ديروا هكا الفرماج، ممكن انكم تخليوه بلاش. انا غاد الصراحه غنخليه حتى الطبقه الاخرى وغنبدا نخالف. هانتوما هكا دابا نعاود ندير عاوتاني طبقه اخرى هكا. انا استفدت الطبقه الثانيه ونعاود ندير الكفته هكا. كيف قلت لكم راه ممكن ديروا الفرماج، انا ما بغيتش باش ما تجينيش هكا بزاف الفرماج. المهم اللي كيعجبو الفرماج بزاف يديروا. صافي انا غنكمل هكا بيضه. هانتوما شفتوا انا ما كثرتش الفرماج، درت الصراحه غير شويه بركه. ودابا غنزيد عاوتاني طبقه اخرى هكا. صافي من بعد ما كملت الطبقات ديالي كاملين غناخذ شويه ديال لاصوص من الفوق. هنا درت الفرماج ودابا غنزينها شويه هكا هنا. من بعد ما درت هكا الفرماج من الفوق وغنحاول غير نمسح هاد الجوانب هكا باش ما يتحرقوش. دابا ندخلوا للفران يعني كيف قلت لكم طيب هاد الشيء ويندمج وتكراتينا بطبيعه الحال من الفوق. ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. دابا ندوز المقبله اللي غنديرو بالدنجال. هنا خديت الدنجال شويتو ولا دخلوه الفران اللي بغيتو. انا شويتو الصراحه فوق من هذا فوق من البوطه. من بعد ما يعني خليته هكا في شي بلاستيكه تعرق شويه، عاد حيدت له داك الجلده ديالو وحطيته هنا يتصفى. المهم انا هذا باش ندير به الثانيه. هانتوما ضروري تخليوه انه يتصفى لان شوفوا شحال د الماء هذا غيخسر لكم المذاق ديال سميتو. فخليوه يتصفى، قطعوه هكا كيف ما كتشوفونا كنقطعو وكنحطو حتى كيتصفى. من بعد كناخذو وكنقطعو بالموس وفريمون بحال كناخذ المعلقه وكنبدا بحال كنمعس فيه هكا، فهمتي؟ باش كيجينا على هذا الشكل هذا. كيجي هكا بحال مطحون ولكن ما مطحونش لان الطحين بزاف غيولي جاري اكثر من القياس. فلفله حمراء كبيره قطعتها هكا رقيق. هانتوما شوفوا الحجم ديالها وعصرتها من الماء ديالها هكا. دابا غنزيد الربيع يعني بسخاء الا بغينا نقولوا. هانتوما ومن نزيد هاد الكميه هادي ونشوف. وغنزيد تقريبا انا عندي هنا واحد جوج دنجالات متوسطين. المهم ديروا الكميه اللي بغيتو. انا جوج دنجالات متوسطين درت معاهم فلفله وحده حمراء كبيره وغندير معاهم تقريبا هنا عندي واحد 3 المعالق. انا كيعجبني هكا محمض ديال الحامض. وغندير معاه شويه ديال الكمون، الملحه على حساب القياس. هنا شويه ديال البزار يعني شويه وشويه ديال التحميره. وهنا شويه الثومه واحد 2 ضريسات متوسطين ديال الثوم حكيتهم. وهنا انا نورمالمون ملي كيكون عندي داك دبس الرمان كنديرو. المهم تقدر لي ما عنديش دابا ما غنديروش. ممكن كذلك
تزيدوا بصيله هكا مشلضه، اللي كيبغي فيها البصله يدير البصله حتى مطيشه هكا، تحيدوا لها الزريعه وتقطعوها فريمون رقيقه حتى هي كتجي. واخيرا غندير هنا تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت العود، ضروري زيت العود. وغنخلط هادشي هكا صافي صافي. ها هو وجد. كيف قلت لكم الا عندكم دبس الرمان حتى هو صراحه كيعطي واحد لو غوز زوين، غير ديروه. ها نتوما هكا صافي. ها هي من بعد نزيد هنا شويه زيت العود من الفوق. زينت انا غير بفليفله هكا وشويه ضربيه وشويه زيت البلديه من الفوق. وها هو الطبق ديالنا اولا المقبله ديالنا واجده بالصحه وراحه. دابا ندوزو للمقبله الثانيه. فغنحتاج هنا عندي طحينه اللي هي عجين اولا صلصه ديال السمسم الا بغينا نقولوا. عندي هنا غندير 2 معلقات كبار عامرين. هانتوما نقولوا 3 على حسب الكميه اللي عندكم. عندي هنا عصير الليمون، عندي تقريبا غنقولوا واحد 2 معلقات كبار. وعندي ياغورت اولا الجبن طبيعي بدون سكر بطبيعه الحال. انا كيعجبني هذا، ممكن ديروا نتوما العادي معليش. ندير شويه د الملحه. ومن الملح البنات راه كيبقى على حسب يعني الكميه اللي عندكم ديال الدنجال وديال يعني ديال الكميه ديال الدنجال. غندير شويه ديال الابزار. وغندير هنا عندي واحد الفص ديال الثوم هكا. نخلط هادو. راه نورمالمون هادي اون فوا كديروا الطحينه مع الحامض كتبدا تجمع هكا. غنخلط هادشي بعدا، نخلط ونرجع لكم صافي. انا خلطت. دابا غنزيد شويه زيت العود، تقريبا واحد 2 معلقات هكا كبار ديال زيت الزيتون. وغنخلط. ممكن ديروا حتى هنا اللي يعني كيبغي الحار مع هاد المقبله هادي ممكن ديروا الحار هريسه اللي عندكم صافي. غنخلط هكا. ودابا غنضيف عليه الدنجال اللي عندي مصايب حتى هو يعني داك اللي وريتكم في السابق يعني مشوي وهكا مقطع اولا مدقدق هكا معوس مزيان صافي. وغنحاول انني نخلط هادشي كامل كيف ما كتلاحظوا صافي. وها هو الطبق ديالنا واجد. كيجي البنات زوين بزاف. انا بصراحه كيعجبني بزاف هاد الطبق هذا. المهم انا حاولت نبارطاجي معكم هكا وصفات ديال الدنجال، بما ان دابا بدا كيسخن الحال فكنبغيو هكا اطباق هكا صيفيه تكون خفيفه صافي هكا. وهنا بالنسبه للتزيين غناخذ هنايا شويه د الكركاع ونديرو ليه هكا. غندير لها واحد شويه هكا زيت العود صافي. وبالصحه والراحه. ها هو الطبق ديالنا كيفاش كيجي. هما البنات الوصفات ديالنا من بعد ما وجدوا هما. هذا داك الكراتان ديال الدنجال. هنا راه بقات لي واحد الدنجاله حتى ساليت شويه زبان لي هكا بوحدها صافي درتها هكا في الجانب يعني باش ما تبانش لكم داك الديكور في شكل فمعليش. هنا داك المتبل على الطريقه ديالي. المهم راه كيجي البنات روعه 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 غير جربوه. وهذا داك بابا غنوج كذلك على الطريقه ديالي. المهم البنات انا حاولت هنا نبارطاجي معكم هكا وصفات بالدنجال لان صراحه انا كنستعملو بزاف هكا سورتو في هكا ملي كيبدا يسخن الحال فنغيروا من داك يعني الدنجال اللي حنا متعودين عليه غير الزعلوك غير هذا. وان شاء الله يعني كاينين مازال وصفات اخرين نبارطاجيهم معكم ان شاء الله. كل مره نديروا هكا حاجه حتى يعني نستافدوا كاملين باذن الله. و
الى هنا كتنتهي الحلقه ديال نهار اليوم، او الوصفات ديالنا نهار اليوم. نتمنى انهم ينالوا الاستحسان ديالكم، تجربوهم بطبيعه الحال وطبقوهم تردوا عليا باذن الله. وما تنساوش لي لايك البارطاج هكا باش تكبر يعني القناه ويستافد يعني اكبر عدد من المتابعين. ويعني بارطاجيو مع الاهل والاحباب، وكنقول لكم الى وصفه مقبله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.